هو العنوان الاساسي اللي المفروض نحطه كده على بدايه الفيديو: انت لست في المكان الخطأ. كلنا في بدايه اي حاجه حرفيا بنعملها، في بدايه تعلم لغه، في بدايه تعلم مهاره جديده، في بدايه دراسه جديده، اذا كانت بالذات كليه صعبه، فبتلاقي نفسك تحس ان انت في مكان غلط، انت مش قادر ان انت تواكب الناس اللي معاك في الدراسه، حاسس ان كله سابقك وكله اعلى منك، وكل يوم بيعدي عليك بتحس اكتر ان انت مش فاهم، ان انت تعبان، ان الموضوع صعب عليك، وده نوعا ما بيحسسك ان انت في المكان الغلط، وتبدا تفكر في افكار ما تنفعش تماما، زي انك تحول من الكليه اللي انت بتدرس فيها وتروح كليه تانية اسهل، او انك تفكك من المهاره الصعبه قوي دي وتشوف حاجه على قد حالك، او اللغه اللي انت مش عارف تمشي فيها ولسه مستواك فيها A1 وتبدا تشوف لغه تانية اسهل، او حتى ما تتعلمش لغه اصلا. ودي كلها افكار غلط ولازم ان احنا ما نمشيش وراها. بما اني عديت بالموقف ده في حياتي وسمعت الشكوى دي من كذا حد في الفتره الاخيره، فحبيت ان انا اعمل لكم الفيديو ده عشان خاطر نفهم ايه اللي بيحصل، نعرف ايه المشكله ونحلها، وباذن الله بعد الفيديو ده هتطلع مش بس فاهم ايه اللي بيحصل معاك وحل المشكله دي، انت كمان عندك طاقه ونشاط وحيويه انك تبدا في الحاجه اللي انت حاسس انها تقيله قوي عليك دي، وتبقى حرفيا اون فاير فيها، وباذن الله تجيلي بعد فتره لما تحس الموضوع عادي جدا وما بقاش فيه حاجه صعبه، وتقول لي ان الفيديو ده هو اللي قومني ورجعني تاني لحلمي والحاجه اللي انا كان نفسي فيها، وان الصعوبه دي كانت وقت بس وفتره كده وعدت لحالها. فخلينا نروح لاول نقطه، وهي بنسبه 100% اللي بتحسسك بالفرق بتاع القدرات ده، وهي الناس اللي حواليك. في بدايه الدراسه، والشكوى دي انا سمعتها بالظبط من حد يعني قريب مني، هو دخل كليه طب، فهو بيقول لي انا حاسس ان كل الناس اللي حواليا كويسين وفاهمين، الدكاتره كلها بتشرح انجلش والطلبه اللي جنبي بيكتبوا وراهم وحرفيا فاهمين كل حاجه، وهو حاسس ان هو غريب عنهم، حرفيا بيقولوا كل حاجه هو مش فاهمها، نوعا ما بيطلع من المحاضرات مش فاهم كل حاجه، فده جاب له نوع من الاكتئاب، وحسس ان هو لا خلاص انا كده الدنيا دي صعبه عليا، انا لازم احاول واروح كليه تانية اسهل. بدا يفكر في الموضوع بشكل جدي يعني. فيعني النقطه الاساسيه هي فكره الناس اللي حواليك. لما تبقى بدات تتعلم مهاره، بدات تتعلم لغه، وتلاقي الناس اللي حواليك كلها ماشيه تمام، وانت اللي حاسس ان في مشكله عندك انت لوحدك، فده نوعا ما بيحسسك ان العيب فيك انت. طالما كله تمام وانت اللي بتعاني يبقى العيب فيك انت. تبدا تحل المشكله بانك تمشي او تنسحب من الفكره دي، ودي طبعا زي ما قلنا كده من شويه اكتر حاجه غلط ممكن تعملها. كلنا ما عدناش بنفس الظروف، ما حظناش بنفس مستوى التعليم، ما خدناش نفس التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي زي بعض، فطبيعي يكون في اختلاف في المهارات وفي اختلاف في القدرات، ده غير اصلا الاختلاف الاكيد في العقليات ما بيننا وما بين بعضينا. فكون ان يكون في حد اشطر منك موجود او حد احسن منك، ده مش معناه ان انت شخص وحش او ان انت ما ينفعش تكون هنا. طبيعي جدا ان انت بتدرس حاجه واحده بنفس المحتوى لمجموعه كبيره من الناس، هيكون في اختلاف في القدرات وفي المستويات، فدي حاجه لازم تقتنع بيها وتفهمها كويس جدا. وكل ده محتاج منك حاجه واحده بس هنقولها ونطبقها بس كمان شويه، واول نقطه لازم اتكلم معاك فيها وهي حته توحيد كده صغيره. ده قدرك، وربنا كتب لك ان انت تكون موجود في المكان ده في الوقت ده، فما تفتكرش ان ربنا كتب لك حاجه هي فيها شر او ضرر ليك، فاقتنع ان هو ده نصيبك وده قدرك، وكل شيء في الدنيا محتاج منك مجهود، فاقتنع ان انت في المكان الصح وان ربنا كتب لك الخير هنا اكيد، وطبيعي ان انت لازم تتعب وتجتهد. فدي نقطه اساسيه لازم تفهمها قبل ما نتكلم في اي حاجه تانية. النقطه الثانيه وهي عكس النقطه الاولى على طول، نقطه ان انت تسيب نفسك لوساوس الشيطان. طبيعي ان الشيطان يكون بيضيق عليك حياتك وبيحسسك بالكرب والتعب، عشان هو عايزك دايما مش حاسس بالراحه والامان، ومش عايزك دايما شايف ان انت في نعمه وتشكر ربنا وتحمده، فهو عايزك دايما قانت ودايما حاسس ان انت مش بتعمل حاجه كويسه وان انت في المكان الغلط وان انت بتعاني. فده كله هيؤدي بيك ان انت يا اما هتحط نفسك في مكان غلط وتبقى بعد كده بتعاني اكتر، فما تحمدش ربنا اكتر. فخليك فاهم ان اي حزن، اي اكتئاب بسبب المرحله الجديده اللي انت بدات فيها، حتى ولو كان ليها صعوبه فعليه، ولكن بتتزايد وتتضاعف بسبب ان الشيطان جاي على دماغك وعمال يوسوس لك ويوهمك ان انت في مكان غلط وان انت مش المفروض تكون هنا، مع ان ده قدر ربنا زي ما قلنا في النقطه اللي فاتت. لو بصينا للموضوع بشكل منطقي فهتلاقي ان فعلا مصلحه الشيطان انك تكون في كرب، انك تكون دايما مش راضي ومش مبسوط في حياتك. فايه اللي هيخلي ده يحصل؟ لو انت مش في مكان كويس، لو انت في مكان حاسس ان انت متضايق ومخنوق فيه حتى ولو كان كويس، ودايما الموضوع ده بيحصل معانا في كل حاجه. يعني ايه اللي يخلي المشكله دي مشتركه ما بيننا كلنا، ما بين اللي بيتعلم حاجه جديده، ما بين اللي بيدرس لغه، ما بين اللي بيدرس دراسه جديده، ما بين اللي بادئ شغل او مهاره، كلهم بيخشوا في نفس الدايره، بسبب ان هو عمل من الشيطان عشان يطلعك من المنطقه اللي بعد كده هتكون سبب راحه وسعاده ليك. لو بتشتغل الشغل بيجيب لك دخل كويس ومحقق لك سعاده وراحه وظروف اجتماعيه كويسه، ده هيكون اكيد عائد عليك انت بحمد وشكر لنعمه ربنا اللي حطك فيها.
طب لو انت بعدت عن المكان ده بحجه ان هو صعب او ان هو مش عارف تتاقلم عليه، فخلاص دخلت في دايره ان انت في منطقه وحشه ودراسه وحشه، مفيش مستقبل، مفيش شغل، فده هيخليك طبعا مش راضي ومش مبسوط عن حياتك. طيب خلينا نروح للنقطه اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، وهي تاخرك عن الناس اللي حواليك. لازم تقتنع بيها ولازم فعلا تبدا تدور لها على حل. اقتنع ان انت زي ما قلنا مستوياتنا التعليميه مش واحده. الناس حتى اللي دخلت ثانويه عامه ومتخرجه منها من نفس المستوى التعليمي مع بعض، ممكن تكون انت كنت بتاخد عند مدرس معين مخلي مستواك كويس، وحد تاني كان بياخد عند مدرس تاني مستواه وحش. ممكن يكون حد بيحب الماده دي اصلا من هو صغير، او بيحب اللغه مثلا الانجليزيه من هو صغير، فتلاقي ان مستواه فيها كويس، وحد تاني وحش. فطبيعي حتى ولو كنا في نفس المراحل الدراسيه يكون في اختلاف ما بيننا في المستويات بسبب الظروف اللي احنا قلنا ان كل واحد بيعدي فيها. فطبيعي اهله المستوى والفكر معين، فهنكون مختلفين كلنا. مش عايز اخش في موضوعات شخصيه قوي يعني، بس الموضوع ده حصل معايا في بدايه دخولي كليه هندسه. كنت حاسس ان الدراسه صعبه، بالاخص اني كنت جاي من حاجه اسمها تعليم تكنولوجيا تطبيقيه، هو حاجه ما بين الثانويه العامه وما بين التعليم الصناعي. انت بتدرس مهاره وبتتعلم مواد ثانويه عامه بس يعني بمستوى اقل شويه. فده كان لما دخلت هندسه وعملت معادله ودخلت هندسه كان نوعا ما صعوبه عليا، لان الطلاب اللي معايا دول هم درسوا اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي ووصلوا لحد هندسه، اما انا يعتبر دخلت بس على ثالثه ثانوي، بعد كده دخلت هندسه. هي حاجه اسمها معادله هندسه يعني. هتلاقي فيديوهات كتيره جدا على القناه بنتكلم عليها، بلاي ليست كامله، لو حد عايز يفهم هي ايه يعني روح اتفرج هتفهم اكتر. فكان طبيعي في الاول ان انا يبقى مستواي اقل من الناس اللي حواليا، حاسس بمعاناه شويه، حاسس ان انا دراسه صعبه عليا، مش عارف اتاقلم مع الكليه، بالذات ان الدراسه كمان بلغه. فالافكار دي جت في دماغي وفكرت فيها، ولكن بدات ان انا ادور لها على حل. ايه الحل؟ ان انت تبدا تتاقلم وتتعلم وتفهم ان لو زمايلك اللي حواليك دول اللي هم مستواهم تمام وبيدرسوا عادي مش بيعانوا، محتاجين مثلا في المذاكره 4 ساعات، فانت هتحتاج 6 ساعات، هتحتاج خطوه زياده عنهم. خلينا نمثلها بمثال كده، كانك بادئ سباق بس مش كلكم بادئين على نفس اللاين، انت بادئ متاخر شويه، فعشان توصل لنفس المكان اللي هم يوصلوا له لو هم يحتاجوا 10 خطوات فانت ممكن تحتاج 15. فلازم تقتنع مبدئيا بفكره ان انت محتاج تبذل مجهود اكتر عن بقيه الناس، لان انت في نقطه اقل منهم، وده بدايه التغير حرفيا ان انت تعمله في حياتك. لما تفهم النقطه دي هتستريح جدا، هتبقى قاعد بتذاكر وبتجتهد وعارف ان انت يوم عن يوم بتتحسن، مش بس ان انا متاخر وان انا مش هعرف اوصل للمستوى اللي انا نفسي اكون عليه، او ان انا اكون مواكب للناس اللي معايا. افهم ان انت محتاج مجهود زياده، وان المجهود ده يحتاج منك تعب، مذاكره اكتر، انتظام اكتر، ولو كنت بتعمل كل ده اكتر من كل الناس اللي حواليك وبرضه هتلاقي مجموعك وفهمك واستيعابك للحاجات اللي بتشرح اقل منهم شويه. فاقتنع ان لسه بدايه المشوار، وان ده عادي يحصل في الاول، ولكن بعد كده الموضوع هيتحسن كتير باذن الله. ففهم المشكله والاقتناع بيها ده اول حل بجد هتعمله وهيفرق معاك. وبما اننا بنتكلم عن المجهود والتعب والحاجات دي كلها، فلازم تقتنع بمقوله كده كنت سمعتها من حد بيقول عشان توصل لنتائج ما وصلتلهاش قبل كده لازم تقتنع انك هتبذل مجهود ما بذلتهوش قبل كده. عشان تبدا دراسه صعبه عليك، او تبدا مهاره صعبه وعايز تتعلمها بجد، او لغه شايف ان هي كانت صعبه جدا في الاول والناس كلها بتشتكي منها، فلازم تقتنع انك هتبذل مجهود انت ما بذلتوش قبل كده. فما تقارنش اي حاجه انت تعملها في الفتره دي بحاجه عملتها قبل كده. ما تقولش مثلا انا بتعلم الماني في 8 ساعات، ده انا بقعد 4 ساعات يوميا، ده انا بقعد 3 ساعات يوميا، ايه الصعوبه ده كلها؟ انا مثلا اتعلمت اللغه الانجليزيه في اقل من كده. دي حاجه جديده وحاجه صعبه ونتيجه انت ما وصلتلهاش قبل كده، فما تقارنهاش باي مجهود انت عملته قبل كده. اقتنع ان دي سبيشال كيس، حاجه مختلفه، حاجه صعبه، فمحتاجه مجهود وطاقه اكتر بكتير جدا من اي حاجه انت عملتها قبل كده. فخلي المقوله دي دايما في دماغك عشان توصل لنتائج ما وصلتلهاش قبل كده. اقتنع انك لازم تبذل مجهود ما بذلتوش قبل كده. ونصيحه مني دايما ركز على التحسين من نفسك انت كنت فين وبقيت فين، ما تبصش لاي حد حواليك. المقارنه بالنسبه لك مع اي حد هي مقارنه فاشله. المقارنه دايما بتكون ما بينك وما بين نفسك. انا كنت فين من شهر ودلوقتي بقيت فين. فدي بجد الحاجه اللي هتريحك وهتحسسك ان انت فعلا بتاخد خطوات كل يوم وان انت بتحسن من نفسك. لو في اي حد فيكم عانى من المشكله دي لما بدا دراسته، مثلا اذا كانت في دراسه او في لغه او ايا كان زي ما احنا بنقول، وحس ان الموضوع كان صعب في الاول وما كانش عارف يتاقلم، وبعد كده الدنيا عدت وبقت الموضوع سلس وسهل جدا وتعود، فيا ريت تنزل في الكومنتس وتقول لاخواتك اللي لسه بادئين ولسه الموضوع صعب عليهم، وبشرهم ان الموضوع ده بعد كده هيبقى سهل جدا. يعني عايزين نوري الناس اللي دلوقتي في المشكله دي المستقبل بتاعه
ده هيكون عامل ازاي، وان الاوهام اللي هو شايفها دلوقتي دي مشكله حياته هتتحل بعد كده، وهتكون حاجه لو افتكرها هيضحك عليها حرفيا. نقطه سبيسيفيك شويه وهي حته الناس اللي بتتعلم في كليه. الموضوع ده بنشوفه كتير مع الناس اللي بتتعلم بالذات لو الدراسه باللغه الانجليزيه، زي هندسه، زي طب، زي علوم حاسبات ومعلومات. في كليات كتيره جدا مؤخرا بقت الدراسه فيها باللغه انجليزيه تامه في كل سنوات الدراسه، وفي ناس بدات فعلا يضاف عندها مواد كده، فتلاقي الموضوع صعب شويه. خلينا متفقين، لان الشكوى اللي جات لي اللي انا قلتها في اول فيديو كانت من حد طالب طب، فمعروف الطب باللغه الانجليزيه خلاص زي الهندسه كده. الفكره انك لازم تقتنع ان اللغه اللي انت بتدرسها خلال ابتدائي واعدادي وثانوي وكل الحاجات دي هي مختلفه تماما عن اللي انت هتقابلها في المحاضرات بتاعتك او في دراستك في الكليه، لان اللي احنا بنسميه هو لغه مهنيه. يعني انا كمهندس بدرس لغه مهنيه في الدراسه بتاعتي، انت كطبيب عندك لغه مهنيه في الدراسه بتاعتك. يعني ايه لغه مهنيه؟ يعني مصطلحاتها غالبا ما بتكونش عدت عليك قبل كده. انا دلوقتي بدرس مثلا ميكانيكا، هندسه ميكانيكا، مش مثلا انا فعلا بدرس هندسه ميكانيكا، فبنلاقي مثلا ان احنا عندنا مصطلحات زي بيرنج، زي جوين، زي انفريكشن، كابل، المومنت، حاجات ممكن تكون بنسبه كبيره لو اتعاملت فيها مع اللغه العاديه اللي هي الانجليزيه العاديه مش هتقابلها اصلا، لان هي مصطلحات تخصصيه. لو انت مهندس ممكن تقابلها كل يوم، لو انت مش مهندس حرفيا ممكن تصادفها كده مره او مرتين في حياتك كلها. لما تخش كليه تقول انا بدرس بقالي 12 سنه انجلش، واول ما دخلت الكليه مش فاهم حاجه، هو في ايه يا جماعه؟ الفكره انك ما عندكش المصطلحات والمعاني اللي المفروض اللغه دي محتاجاها منك في المكان ده اللي هو دراستك الكليه. طب اعمل ايه؟ كل ما في الامر انك هتدور على المصطلحات اللي تخص المجال بتاعك، اذا كان برمجه، اذا كان هندسه او طب او ايا كان، وتبدا تحفظها وتتعلمها. الموضوع مش هياخد منك اكتر من شهر مثلا، وهتلاقي نفسك بنسبه كبيره 90% من الكلام اللي بيتقال قدامك هو في سياق المصطلحات دي. والكلام ده مش في اول سنه ولا تاني سنه، ده حتى معاك لحد ما تشتغل وتتخرج وتشتغل في المجال ده، لان خلاص هو دي المصطلحات اللي بتتقال على المجال ده. فالموضوع سهل جدا. ممكن تجيب اي اي تولز وتقول له على دراستك، وتقول له مثلا طلع لي اهم 400 مصطلح عن المجال بتاعي، وحرفيا 400 مصطلح ده كتير جدا، هتلاقي نفسك عندك فوكاب كتير وهتلاقي الموضوع تمام جدا. فده حل مشكله اي طالب بيعاني من الدراسه بتاعه الكليه بتاعته وشايف ان انا مش فاهم حاجه، والدكاتره عمالين يقولوا كلام بالانجلش والعيال بتكتب انا مش فاهم حاجه، انا قاعد زي الاطرش في الزفه. حرفيا اعمل الموضوع ده وهتحل معاك تماما، مصطلحات ليها علاقه بمجالك. بس نيجي لنقطه مهمه جدا في الاخر، وهي استعانه بالله واخلاص النيه. كلنا في الاول لما بنيجي نعمل اي حاجه في حياتنا بنبداها كده، انا بتعلم اي حاجه عشان خاطر انا بتعلمها. ولكن مؤخرا بدات اسمع عن موضوع النيه واخلاص النيه وازدواج النيه، واكتشفت ان هو عامل زي السحر حرفيا. فاخلاص النيه مهم جدا. استعن على الكليه، استعن على المجهود اللي انت عايز تبذله في دراسه او في شغل او في ايا كان، بانك مخلص النيه لربنا. مع ازدواج النيه اللي هي نقطه مهمه جدا. واحد يقول لي طب انا عايز اتعلم عشان اتخرج وابقى دكتور او مهندس، يعني دي نيتي صراحه. ازدواج النيه هو انك تبقى مقتنع ان انت بتعمل ده عشان خاطر ربنا وعشان نفع المسلمين وعشان نفع لينا كلنا، وكذلك برضو بتعمله عشان نفسك، مفيش مشكله، يعني لك ثواب في ده ولك ثواب في ده، فربنا يثبتنا جميعا. اخلص النيه لربنا، والله دي من الحاجات اللي هتبارك لك فعلا في اللي انت بتعمله في حياتك. وبس بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. اتمنى ان انت تكون استفدت، واتمنى انك تراجع نفسك قبل اللي انت بتفكر فيه ده. يا ريت يكون كلامي اثر معاك وفرق وفعلا فادك. لو حسيت ان انت استفدت يا ريت شير الفيديو مع اي حد من زمايلك بيفكر في نفس التفكير ده. ولو الموضوع ده فرق معاك ومستقبلا بقيت حد كويس بسبب ان الفكره دي ما نفذتهاش وما رجعتش عن دراستك او تخليت عن حلمك الصعب اللي محتاج منك مجهود، يا ريت تبقى تفتكرني بالدعاء.